في أحلام بتصحى منها تقول حلم وعدى، وفي أحلام بتفضل محفورة جواك لحد ما تحصل بالحرف. وده اللي حصل مع أنس، اللي حلم إن صاحبه هيموت قدامه، وفعلا ده اللي حصل. بس بعد ما الوقت عدى وبقى كل شيء متأخر جدا. في مارس 2012 في قرية هادية جنب مدينة حلب، كان أنس ويوسف زي الإخوات بيشتغلوا في محل كاوتش صغير على طريق السفر. وفي ليلة برد جدا يوسف قال لأنس أنا هبات عندك، الطريق كان مقفول والجو بيمطر. رد عليه أنس وقال له البيت بيتك يا صاحبي، وفرشوا على الأرض وناموا جنب بعض. في نص الليل أنس صحي مفزوع ووشه مصفر عرقان وصوته بيرتعش. يوسف قال له في إيه مالك؟ رد عليه أنس وقال له حلمت إنك مربوط على كرسي وفي 2 لابسين أسود بيضربوك، واحد منهم ضربك على دماغك ودمك جري في وشي، وأنا كنت واقف عاجز مش قادر أتحرك. رد عليه يوسف وهو بيضحك وقال له يا عم ده كابوس، كمل نومك. بس أنس ما قدرش ينام، فضل طول الليل يبص على يوسف، فضل قاعد يبص على يوسف كأنه مستني حاجة تحصل. تاني يوم الصبح يوسف قال لأنس إنه هيروح يزور أهله ويرجع على العصر. أنس قال له بلاش تروح، أنا قلبي مش مطمن. رد عليه يوسف وهو بيضحك وقال له يا عم مفيش حاجة، هرجع قبل المغرب. ومشي. الساعة 3 العصر أنس نام من التعب وصحي على صريخ في الشارع. طلع يجري لقى الناس ملمومة، ولما قرب بص وقع على الأرض من المنظر. يوسف مربوط على شجرة في طرف القرية، مضروب على دماغه والدم مغرق هدومه، نفس المشهد اللي شافه في الحلم. والأغرب وهو بيفك الحبل من على يوسف الدم جه على نفس المكان اللي شافه في الحلم. الشرطة قالت إن المجرمين من قرية تانية، وكان بينهم وبين يوسف خصومة قديمة بسبب بنت. مشوا وراه واستنوه وهو راجع ونفذوا اللي كانوا ناويين عليه. بعد الحادثة أنس بدأ يحلم تاني، كل شوية حلم عن واحد من القرية يحصل له حادثة أو يموت. والأغرب الأحلام كانت بتحصل وتتحقق بعدها بيومين أو 3. الناس بدأت تخاف منه، وفي نفس الوقت كانوا بييجوا يسألوه هو أنا كنت معاك في الحلم امبارح؟ لو حلمت بيا قولي علشان ألحق أكتب وصيتي. في الآخر أنس اختفى من غير ما يودع حد، ولا حد شافه تاني، ولا حد عرف راح فين.